ده مشروع تقدر تعينه على ارض الواقع. انت مش بس بتختار المحل التجاري بتاعك من خلال الماستر بلان، لا حضرتك بتيجي تعين المحل التجاري بتاعك على ارض الواقع. وبتبص على ارتفاع السقف، بتبص على عرض الواجهه الخاص بالمحل التجاري بتاعك، وتبص على الموقع على ارض الواقع. فانا قصدت في البدايه ان انا اوري لك الموقع. انت من موقعك هنا على الوش الار 7، ده دقيقه على طول من المحور المركزي، دقيقتين من محور محمد بن زايد، على شمالك المحور المركزي اللي بيودي على فندق الماسة. فالمحلات التجاريه دي لو انا عندي مطعم او كافيه، فانا اقدر اخدم القطاع اللي موجود دلوقتي، اقدر اخدم قطاع الوزارات، اقدر اخدم قطاع البنوك، اقدر اخدم كتير جدا من الموظفين من خلال ان انا ممكن اقدم سيرفيس تيك اواي واجر هنا، والعائد الايجاري هنا هيكون عالي جدا جدا جدا. لان انت دلوقتي بتسمع على محور محمد بن زايد سعر المتر 250,000 جنيه و300,000 جنيه بالنسبه للدور الارضي. فلما حضرتك تشتري مساحه كبيره وتاخد سعر المتر ب 100,000 جنيه، فاعتقد ده استثمار قوي جدا جدا جدا. وخصوصا ان انت استلامك خلاص شهر 6 الجاي استلام مبدئي ماكسيموم سنه، وتقدر تستلم المحل التجاري بتاعك. النهارده انا معايا استاذ احمد مجدي من شركه دبي، هيشرح لحضراتكم تفاصيل المشروع، مساحه الارض نفسها، المساحه البنائيه بتاعت المشروع، موقع المشروع تحديدا، الشغل الهندسي الخاص بالمشروع، الاسعار، طريقه الدفع والسداد، والمشروع ده بيخدم ايه. واول اتشرفت بيك. اتشرفت بيك يا الله يخليك. نور. الله يخليك حبيبي. احنا مبدئيا بنتكلم على مشروع تجاري. انا بشوف كابيتال دبي مول من المشروعات التجاريه العوامل نجاح المشروع التجاري موجوده فيها. لو احنا اتكلمنا على اللوكيشن، فانت بتكلمني على ان انت زي ما انت قلت كده، انت على المحور المركزي للجامعات اللي هو عليه مجمع جامعات نولج هاب اللي فيه جامعه كوفنتري الطلبه موجوده فيها بقالها 3 سنين، الشبونه، عندك الجامعه السعوديه، عندك منطقه الخدمات الاولى بي 1 دي اكبر منطقه موجوده في الار 7، موجود فيها مشروعنا كابيتال دبي مول على مساحه ارض 14,300 متر. وعندنا كمان قدامنا جاردن مساحتها 5,000 متر، وعندنا 3 مدارس انترناشونال. انت بتتكلم على مشروع تجاري بيخدم مدارس وجامعات انترناشونال، ده غير الكومباوند، ده غير الحي الدبلوماسي اللي موجود بعديه. تمام. تقريبا استلام يعتبر استلام هيكل الخرساني كله خلص بالظبط. المشروع واخد 2 جيت على ناصيتين على المحور المركزي، وواجهه ثانيه موجوده عندنا على مدخل الرئيسي لمنطقه الخدمات. وفي نفس الوقت الميزه عندك موجوده برضه في المشروع ان انت مشروع مالكش منافس. بمعنى ايه؟ المنطقه كلها ما فيهاش مشروع تجاري غيرك، في ارضين تجاري خاصه بالسلام وخاصه بمظلوم، وبعد كده مقر اداري ومستشفى ومكتبه مركزيه. انا ليه بقول ان المشروع ده بيخدم ال 47 كومباوند؟ لان ده على وش الطريق، فانت اي حد داخل الار 7 لازم هيعدي على مشروع كابيتال دبي مول. فده السبب. انا ما بكلمكش على مشروع هو داخلي او الموقع التجاري بتاعه داخلي فبيخدم سكان كومباوند محددين بعينهم. تمام. خلينا نخش على المشروع، نتكلم بقى على المشروع بالنسبه للناس والمساحه والتفاصيل كامله بقى. احنا بنتكلم عن مشروع مساحه الارض بتاعته 14,300 متر، في 2 نسمه تحت الارض بمساحه 20,000 متر، وعندنا دور ارضي اول تاني. ده مشروع كله تجاري بالكامل. الدور الارضي فيه المطاعم والكافيهات بمساحات بتستارت معانا من 80 متر، اوكي، باسعار بتبدا معانا من 100 ل 110,000. يعني انا عندي حاجات واجهات. طب ممكن اعرف كلها مثال كده مثلا لمحل تجاري اقل مساحه متوفره ايه مع المساحه الخارجيه بتاعته، يكون سعره كام مثلا بعد الخصم؟ يعني احنا بنتكلم هنا في محل تجاري على الواجهه، احنا بنتكلم في محل 80 متر ممتاز. في الواجهه على طول، تمام، تحت الشاشه الرئيسيه، معاه اول دور 40 متر، بنتكلم في سعره 9 مليون، ده قبل الخصم، تمام. ده قبل الخصم. الخصم مثلا تقريبا قد ايه؟ في حدود بيتراوح 5%. بدفع قد ايه وبقسط على قد ايه؟ ندفع 15% مقدم، بنقسط على 5 سنين. تمام. يعني انا بدفع 15% والسنه الجايه بكون بستلم وبقسط البيع على 5 سنين. على 5 سنين تقريبا انا بستلم قوية بنسبه جدا. استلام تقريبا 30%. ودي ميزه كله عرف قوية كله ان جدا. انت بتستلم وانت دافع اكتر من 50% في اي مشروع لسه ما دي دفعناش. حقيقة. فانت دلوقتي عندك امكانيه تشتري محل تجاري مع المساحه الخارجيه بتاعته، تأجر كمان لبراند كويس. 80 متر ده مساحه كبيره مع مساحه خارجيه تقريبا 39 متر، فانت بتتكلم ان انت دي حقيقة. واخد مطعم محترم، يعني واخد كافيه محترم. دي حقيقة. تمام. طبعا ده التصميم النهائي، الشكل النهائي اللي هيكون عليه شكل الواجهة بتاعت المشروع. الشكل الهندسي بتاع المشروع هو باشمهندس محمد حافظ، من اهم المستشارين الموجودين في الوطن العربي.
في شركه اداره وتشغيل محترمه تقدر تفوضها، خلاص المشروع خلاص بيتبني، ففي شركه اداره موجوده ماضيه عقد نهائي ميشن 235 هي اللي هتكون متوليه التشغيل، سواء حضرتك شاري فود اند بافرج مطاعم او كافيهات، سواء حضرتك واخد حاجه ريتيل محل تفتحه نظارات، محل تفتحه ذهب، محل تفتحه ملابس، او واخد حاجه في الفود كورت في الدور الثاني. بالظبط، احنا عندنا منطقه الفود كورت في الدور الثاني، تحتيها على طول الجيم، تحتيها على طول الهايبر ماركت. عشان كده انا بقول ده مول تجاري ترفيهي. ترفيهي يعني دي الخروجه بتاعتنا. النقطه الثانيه ده اللي فيه البنوك، ده اللي فيه الكيدز اريا، ده اللي فيه المطاعم المعلقه اللي هي تعتبر في الدور الثاني، او المطاعم الفيو المفتوح، تمام. ده اللي هيبقى فيه الفرنتشر، ده المنفذ الخدمي اللي موجود في الار 7. وسعر المتر بتاعه حلو بصراحه، 65,000 مغري جدا ل 85,000 ده سعر تنافسي، وعلى فكره جدا. ده سعر متر، ده مكتب اداري 65,000 جنيه، 85,000 جنيه ده سعر مكتب اداري. عشان انا بنيت خلصت انشاءات، فمش هيعدي عليا زياده حديد واسمنت، عشان انا اشتريت الارض كاش فخدتها بسعر مميز جدا، فقادر اوفر النهارده فرصه استثماريه سواء في السعر او نظام السلام. الاستلامات اللي موجوده مشاريع قائمه على ارض الواقع، فبالتالي لازم نتعامل مع شركه بتنفذ المشاريع بتاعتها مطابقه للمواصفات. نتكلم بقى على المساحات المتوفره في الدور الاول، ندي امثله للناس والمساحات المتوفره في الدور الثاني بحيث الناس تبقى عارفه رينج الاسعار الموجوده عامل ازاي. ده ماستر بلان بتاعت الدور الارضي، ده كده وش الار 7، هنا كده المدخل برضو اللي بيودي على منطقه الار 7. عند حضرتك كده على اليمين هيكون كذا كومباوند موجودين، وبعد كده الجامعه البريطانيه والطريق اللي بيودي على طول على كاتدرائيه النادي المسيحي والمحور المركزي. لو انت كملت على طول تطلع على الجامعه السعوديه وتكمل لغايه السفارات. الاسعار هنا زي ما قلنا كده، لو انت بتشتري حاجه مطعم او كافيه المتر فيه هيكون من رينج 100 لغايه 110,000 جنيه. هنطلع للدور الاول ندي مثال، طبعا في هايبر ماركت في الدور الارضي. في الدور الاول عندي جيم موجود دلوقتي معروض للبيع، تقدر برضه تعين الجيم بتاعك على ارض الواقع. اي محل من الحالات ديت انت ممكن تعين المحل بتاعك على ارض الواقع. نتكلم على اسعار المحلات، لو انا عايز اشتري محل دهب، محل نظارات، محل ملابس. احنا بنتكلم، احنا عندنا مثلا محل عندنا 48 متر، بنتكلم في سعر المحل كله ب 3,500,000. يعني احنا بنتكلم في حدود سعر المتر من 70 ل 75,000. الدور الاول من 70 ل 75,000 جنيه بالظبط كده. نطلع للدور الثاني، هيبقى عندنا منطقه المطاعم والكافيهات اللي هي الفود كورت، معاها اول دور 400 متر، وعندنا الباقي كله طبعا هيبقى عندنا الريتيل، ده غير ان عندنا المطاعم اللي ليها اول دور برضه في الدور الثاني. ده ليه مساحه خارجيه ويبقى اقدر اشوفها على ارض الواقع، ده هيكون حاجه بالظبط كده راقيه شويه، كافيه حلو قوي يعني، واخد فوق كده فيو، بس اول دور في الدور الثاني بالظبط كده، كونسبت مختلف. طيب خلينا نتكلم لو انا عايز اخد حاجه فود كورت في المنطقه دي كده، اديني مثال. هنتكلم على مساحه 62 متر موجوده عندنا في الفود كورت مصيا. اوكي. النقطه الثانيه ان احنا بنتكلم في سعر المتر في حدود 100-105,000، يعني احنا بنتكلم ب 6,500,000. اوكي ممتاز. والمطعم ده في سعره كام؟ المطعم ده ب 15 مليون. ده دور واول دور، بنتكلم في 180 متر دور، وعندنا اول دور 140 متر. 140 فرصه لو حضرتك بتدور على محل تجاري تقدر تعينه على ارض الواقع وتطلع، لو انت عايز تشتري مطعم او كافيه او تشتري محل او تشتري حاجه في الفود كورت في المكان دلوقتي، تقدر تعين الوحده بتاعتك على ارض الواقع. وسعر المتر بتاعك سعر تنافسي جدا جدا. سعر المتر في الدور الارضي من 100 ل 110,000، في الدور الاول من 70 ل 75,000 جنيه، في منطقه المطاعم والكافيهات في الدور الثاني سعر المتر من 90 لغايه 105,000 جنيه. لو حضرتك مهتم ان انت تشتري محل تجاري هنا، فالمحلات التجاريه هنا هتكون الاسرع تشغيل في منطقه الار 7. لو مهتم تتواصل معايا، انا مهندس محمود حسيني، رئيس مجلس اداره شركه سمارت بروبرتي. طريقه الدفع دلوقتي متوفره 15%، متوسط الباقي على 5 سنين، وفي ديسكاونت دلوقتي 5%.